السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبخير وبصحة وعافية. وحشتوني جدا. اليوم إن شاء الله راح أشارككم فيديو الفول الأبيض وتجهيزه. هو طبق يعتبر رئيسي عند بعض الناس، ويعتبر برضو من أطباق رمضان المفضلة عند الكثير، وأنا منهم برضو. ويعني في السحور أو في الفطور وحتى في أيامنا هذه العادية، أنا النظام اللي أنا متبعته الفول من الأصناف المفضلة فيه والرئيسي، يعني شيء أساسي فيه. فأنا أجهزه في البيت بالكميات اللي أنا أحتاجها، وأسويه وأفرزنه عندي في الفريزر وقت ما أحب أنزل منه وأستخدم. وبرضو الطريقة هذه تنفع للتفريز لرمضان إذا أنت حابة تسوين الفول عندك في البيت. عندي هنا الفول الأبيض، نقيته، نوعه فول مصري. نقيته من القشور اللي فيه، هو مقشور أصلا ومجروش. فنقيته وغسلته بدون نقع، غسلته وحطيته في قدر الضغط الكهربائي. أضفت له بس شوية كركم، رشة خفيفة كركم فقط، لا ملح ولا بهارات ولا أي شيء. وأضفت له الموية، يعني طبعا عندي 3 أكواب فول، مقابلها لكل كوب فول كوبين موية في قدر الضغط، 2.25 كوب موية. لازم الموية تكون زايدة شوية، لأنه حتى إذا طلعت زايدة بعدين تقدرين تصفينها، ولكن هو الفول معروف إنه يعني يثقل بعد كده. هنا ضغطته، قفلت عليه وأحطه على برنامج الرز، وأحط له 35 دقيقة. بعد كده لما يكمل 35 أفتح عنه وأحركه، أقلبه تقليبة، حيكون للساعة يعني فيها شوية سوائل يعني زايدة. أقلبه، أعطيه تقليبة من اللي تحت أطلعه فوق واللي فوق أنزله تحت، زي كده. يعني في هذه المرحلة أنا هنا أقلبه وأرجع أضغطه بعد كده لمدة 10 دقايق وخلاص يكون جاهز. مرة يا بنات، الفول في البيت غير عن الفول اللي نشتريه جاهز من برا. الفول هنا طعم غير ولذيذ، ويعني شيء ثاني صراحة، نظيف وانت مسويته في بيتك، و يعني عارفة ايش الإضافات اللي عليه، يعني ولا هو مخلوط بشيء ولا هو فول وبس. يعني لا اللي برا يضيفوا له حاجات، يضيفوا له رز، يضيفوا له. فإذا كنت يعني تتبعين حمية أو تسوين شيء، أفضل لك إنك تسوينه أنت بنفسك في البيت، يكون فول صافي نظيف ما له ولا أي إضافات. هنا حسوي الدقس اللي نسويه معاه، اللي هو الشطة. أضفت طماطم، وأضفت عليها فص ثوم قطعته، وحطيت عليها عصرة ليمون، وكمان شوية خل ما بانت هنا في التصوير. وأضفت فلفل حار وكزبرة، وحضاعف الآن الكمية لأني أنا حفرزنها برضو، حتى هي هذه الشطة حستخدم منها الآن والباقي أفرزنه. وملح، والفلفل رومي وحار، يعني على حسب ما انت حابة. بإمكانك تستغنين عن الحار، بس احنا نحبه يعني في شوية لذعة كده، حرارة. والكزبرة، وخلاص يعني أخلطها مع بعض. بعد كذا يعني أجرشها، ما أطحنها مرة، بس مجروشة. البهارات ما أضيف لها بهارات، بس الملح. البهارات أحطها مباشرة في صحن الفول. هنا أجهز صحن الفول معاكم، حاضيف له شوية من الدقس اللي سويناه، والإضافات الثانية أنت حرة، اللي حابة تضيف. إنه أنا أحط فلفل وكمون، عندي العلبة هذه فيها فلفل وكمون مع بعض مطحون، وشوية رشة فلفل مجروش أحب أحطه معه، لأن الفلفل اللي في الدقس ما هو حار مرة. وأضيف له طحينة وشوية زيت زيتون وكده، وملح برضو، رشة ملح خفيفة، لأن برضو الدقس احنا حطينا فيه ملح.
ورشة زيت زيتون، وبكده تستمتعين بأفضل صحن فول وألذ صحن فول من يدك. لذيذ ونظيف وخام، فول خام يعني ما عليه ولا أي إضافات يعني في التسوية زي الرز وزي العدس وزي الحاجات اللي يخلطوها معه، لا، هنا فول صافي وبس. هذا هو يا بنات، حبيت أشارككم هو. وكمان حشارككم الآن مشتريات الأسبوع الأخير من شعبان. أنا طبعا يا بنات ميزانية البيت أقسمها، يعني كل أسبوع أقضي. هنا هذا اللي فاض من الدقس حطيته في الأكياس وحفرزنه. وقت ما أحب أجيبه أنزله من الفريزر، أكسر منه قطعة أو أكسره كله وأحطه في علبة بعد ما يجمع، وأحطه في علبة وأصير أخذ منه. لما أسخن الفول، هذا الفول اللي فاض من اللي ضغطته حطيته في أكياس، وبرضه هحطه في الفريزر. وقت ما أحب أنزل الكيس أحطه في القدر وأضيف له شوية موية وأحطه على نار هادئة جدا شمعة لحد ما يذوب الفول، وأقلبه مع الموية اللي أنا حطيتها معه، لأنه هو الفول يثقل يا بنات، فهو لما أنزله من الفريزر حيكون ثقيل. وبس كده أحفظه. وهنا هذه النوتيلا يا بنات مرة لذيذة جدا. أنا كنت أشوفها في بندا وما أخذها، ولكن مرة شفتها وكان عليها عرض الثنتين ب16 ريال. قلت خليني أجربها. ما تفرق يا بنات عن النوتيلا الأصلية، ما تفرق في الطعم، طعمها لذيذ مرة. تقدرون يعني تاخذوها إذا لقيتوها لا تفوتوها. حبيت أفيدكم، ما هو إعلان، بس حاجة جربتها وحبيت أفيدكم فيها. وهنا يا بنات هذه المشتريات اللي هي حقة الأسبوع الأخير هذا من شعبان. أنا طبعا زي ما قلت لكم ميزانية البيت أخذ كل أسبوع أخذ له الخضار حقته. ما أحب يعني أخليها كمية يعني كبيرة عندي، إلا في حاجات بسيطة يعني هي اللي أفرزنها، زي الطماطم، زي الفلفل أنا أسوي هريسة شطة، زي أحيانا الثوم، زي هذه الحاجات أخذها بكمية اللي يعني ما تخرب، يعني اللي ما هي سريعة التلف. زي البصل اشتريه برضو بكمية أحيانا، ما أخلي مو يعني زي باقي الخضار بالأسبوع. باقي الخضار هي اللي بالأسبوع. وكان هنا برضو الخبز برضو يا بنات أخذه، لأن أنا بالنسبة لي في النظام حقي أستخدم هذا الخبز، خبز الجودر، وأحفظه عندي في الفريزر، لأنه ما أحصله في السوبر ماركت اللي جنبي، لازم أخذه من لولو. فأروح للولو مرة واحدة وأجيبه كمية تكفيني في الشهر كامل، أحطها في الفريزر. وزي ما أنتم شايفين هذه المكسرات اللي أخذتها، وفلفل وكمون وهذه الحاجة. حابة أشكركم يا بنات على لايكاتكم وعلى تعليقاتكم وعلى دعمكم لي، الله يسعدكم إن شاء الله. وأرحب في المشتركين اللي معانا الجدد في القناة، حياكم الله، وإن شاء الله تلقون في القناة اللي يسعدكم ويسركم. وهنا برضو هذا خبز الشوفان أخذه كده وأقطعه وأحطه في الفريزر، متى ما حبيت أخذ منه قطعة. اللي توصل هنا يا بنات الله يسعدكم، لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة. اللي ما هو مشترك معانا في القناة يشترك معانا في القناة، ويفعل زر الجرس علشان يوصل كل جديد إن شاء الله. وأرحب فيكم مرة ثانية في كل أخت انضمت معانا في القناة، أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله تلقاني اللي يسعدك في القناة بإذن الله. وأشوفكم في فيديو جديد، وفي أمان الله.